لو الإدارة بتاعتنا تفهم 1% لازم الراس دي تطلع بره اتحاد الكورة وتطلع بره الرابطة، لأن مفيش موقف شفته ضد الأهلي. يعني جاي النهارده بيطلع يقول لك التصريح ده ان الرابطه هتوقع 100,000 جنيه على الزمالك بسبب شتايم زيزو. طب وجمهور الاهلي اللي شتم حسام حسن؟ لا اسمع لا ارى لا اتكلم. لازم انت تحارب ان الناس دي ما تبقاش موجوده، لكن طول ما الناس دي موجوده احنا كزمالك مش هنشوف اي حاجه. احنا كزمالك هنفضل نتحارب وهنفضل نخسر حاجات بسبب الافراد خدامين الاهلي دول. فلازم يا اداره يا مبجله تبقوا عارفين حاجه زي كده، وتطلعوا وتجيبوا تصريحات الراجل ده وتجيبوا مواقف الراجل ده، هتبقى باينه والجميع يعرف. والاهلاويه قبل الزمالك عارفين ان الراجل ده ماشي في وان واي، بس طريق واحد وهو الاهلي. انا مع الاهلي قلبا وقالبا، وده ما ينفعش. المفروض انت على الحياد، فلازم نادي الزمالك يقدم طلب ان الراجل ده ما يبقاش موجود لعدم الحياديه. لو الاداره بتاعتنا تفهم 1% لازم الراس دي تطلع بره اتحاد الكوره وتطلع بره الرابطه، لان مفيش موقف شفته ضد الاهلي. يعني جاي النهارده بيطلع يقول لك التصريح ده ان الرابطه هتوقع 100,000 جنيه على الزمالك بسبب شتايم زيزو. طب وجمهور الاهلي اللي شتم حسام حسن؟ لا اسمع لا ارى لا اتكلم. لازم انت تحارب ان الناس دي ما تبقاش موجوده، لكن طول ما الناس دي موجوده احنا كزمالك مش هنشوف اي حاجه. احنا كزمالك هنفضل نتحارب وهنفضل نخسر حاجات بسبب الافراد خدامين الاهلي دول. فلازم يا اداره يا مبجله تبقوا عارفين حاجه زي كده، وتطلعوا وتجيبوا تصريحات الراجل ده وتجيبوا مواقف الراجل ده، هتبقى باينه والجميع يعرف. والاهلاويه قبل الزمالك عارفين ان الراجل ده ماشي في وان واي، بس طريق واحد وهو الاهلي. انا مع الاهلي قلبا وقالبا، وده ما ينفعش. المفروض انت على الحياد، فلازم نادي الزمالك يقدم طلب